بيان إلى الرأي العام: في الوقت الذي تقاوم شعبنا في شمال وشرق سوريا غطرسة الاحتلال التركي وخيانة المعارضة المرتزقة المدعومة من حكومة العدالة والتنمية وإجرامهم بحق شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا في المناطق المحتلة في عفرين وقرية سبي وسريكانية، الذي تعمل بشتى الوسائل لضرب مشروع الديمقراطي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية، في الوقت الذي نواجه خيانة سوريا داخليا من قبل أعوان أردوغان ومرتزقته داعش وبقيادة واجهتهم السياسية الممثلة فيما يسمى برئيس الائتلاف السوري نصر الحريري، وبدعم من بعض الشخصيات والأحزاب الكردية المتمثلة في أنكاسي الذين يعملون لخدمة أجندات وعدو الشعب الكردي، وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها المهجرين في المناطق المحتلة والذين شردوا من مدنهم وقراهم نتيجة الانتهاكات التي تقوم بها الفاشية التركية ومرتزقتها في عفرين وسريكانية وقرية سبي، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء. رغم كل هذه الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الكردي ومكونات المنطقة، إلا أن المجلس الوطني الكردي لا يزال صامتا حيال الائتلاف السوري الذي يعتبره شريكا في هذه الانتهاكات، وخاصة في ظل استقبال الواجهة السياسية لداعش في باشور كردستان نصر الحريري. لقد عانى الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة من الفاشية التركية ومرتزقتها من ممارسات التعذيب والنهب وقطع الأشجار وتغيير ديموغرافية المنطقة، حيث صرح نصر الحريري بأن الدستور السوري الجديد لا يعترف بأي وجود للشعب الكردي ولغته الأم، وإنكار الوجود الكردي التاريخي على أرضه التاريخية. ورغم كل المعاناة والحصار المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا وتمسك الأهالي بمشروع الأمة الديمقراطية التي تعتبر الخلاص الوحيد من الويلات والذهنية السلطوية وإنكار وجود المذاهب والأديان، يصرح المعارضة السورية المدعومة من تركيا والتي قتل: الموت للخونة، عاش أخوة والشعوب والنضال، شهيد نامر، عاش القائد آبو، مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.